دلوقتي يا جماعة نعمل التجربة اللي كل الناس منتظراها. يكون معانا المينيتول بتاعنا اللي هو المصري سكوتش مينت، يكون معانا ازازة كوكاكولا علشان نشوف ايه اللي هيحصل لما نحط حبوب السكوتش مينت داخل الكوكاكولا. شوف معانا يا جماعة. طبعا احنا الاول هنصب كوبايات عشان نشرب، عشان ما يفورش، حرام، سيب شوية نشتغل عليهم. تابعونا سنعود. سكوتش مينت والمانيتول المصري في نعناع بالعبيط. شوف الوضع شغال ايه دلوقتي وربنا ييسر الامر. طبعا بعد ما صبينا يا جماعه واتبقى معانا حبه هم هنجرب فيهم، هنقول هناخد سكوتش مينت بتاعنا كده على السريع كده اهو. نقوم قايلين ايه، نحط لنا واحد هنا مثلا. شوف التفاعل اخباره ايه. ايه ده؟ مفيش حاجه خالص. طب نحط واحد تاني ونشوف التفاعل اخباره ايه. ده انا قلت هنجري بقى والدنيا زيت اهو. طب نرج رجة يابا. برضو لا حياة لمن تنادي. ادي يا عم المنيتور المصري، وادي حاجة اهي. ادي سكوتش مينت صبينا طبعا عشان حرام ما يضيعش. خدت بالك واهو مفيش حاجة. صباح الخير بالليل اهو. بص ركود ده حطينا اتنين، احط تلاتة، حرام. ادي يا عم اهو. ادي التجربة اللي مش ناجحة يا جماعة. عشان ايه؟ عشان ده لا منيتول ولا ده بيبس عادي، وبرضه يعني طاح مصر وهكذا. شكرا جزيلا لمتابعتكم لنا. لا تنسى الاشتراك في القناة ولا تنسى تفعيل زر الجرس لحضور كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دي كانت تجربة يا جماعة المنيتول المصري سكوتش مينت مع البيبس كوكاكولا الدايت، وربنا يستر علينا جميعا. لا تنسى الاشتراك في القناة تاني ولا تنسى تفعيل زر الجرس تاني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.